مساء الخير، مساء السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. انتوا أعظم ما في الحياة بصراحة، انتوا عملتوا اللي عليكم وزيادة مع الفريق. يعني مش سعادة قوي بس مضطرة أقولها، مساء الخير مساء السعادة. هو إيه فيلم ألف مبروك اللي احنا عايشين فيه ده؟ يعني كل سنة نفس القصة، كل سنة الفيلم بيتعاد بتاع ألف مبروك. نروح نقدم أداء كويس جدا جدا، نوصل آه، بالطموح لآخر حاجة، ولا نتغلب لا نتعادل، وفي الآخر ما بنحققش حاجة. أو نحقق البرونزية المرة دي، ولا حتى البرونزية ولا هنعرف نحققها. وكل ما نقول دي كانت أسهل بطولة، يا جماعة كل مرة ما هو مش ممكن نكون ما بنتعلمش، مش ممكن نكون من أخطائنا ما بنتعلمش يا جماعة. يعني إحنا فعلًا الجمهور تعب. ليه كده؟ يعني خلاص إحنا وصلنا للعالمية، بدل المرّة 2 و3 و4 و5 و10، يعني إحنا خلاص بقى ده الطبيعي بتاعنا إن إحنا في العالمية خلاص. لعيبة مختلفة دلوقتي وبتاع ومدرب مختلف، بس برضه ما أنت وصلت للعالمية. الطبيعي إنك تكون واخد على الأجواء دي، عارف الأجواء دي، عايشها وفاهمها. مش معقول كل مرّة بنفس الأخطاء بتخسر. والغريبة إن اللعيبة كل ما يدخل نفس خطأ كل سنة، أول ما يدخل يبقوا كويسين، أول ما يدخل فيهم جول أو الوقت يعدّي شوية الدربكة تشتغل، ما تفهمش ليه، أو تلعب شوط والشوط التاني تنام. وبُصّوا يا جماعة، أنا عايزة أقول لكم معلومة برضه مهمة جدًا، إحنا بندفع تَمَن مقولة الحساب آخر الموسم. الحساب آخر الموسم ده خسّرني بطولات كل الموسم، خسّرني إفريقيا، وخسّرني أهو كأس العالم السنة اللي فاتت. في أسهل بطولة كان ممكن أوصل فيها للنهائي، ممكن آخد الفضية على الأقل. خسّرني السوبر الإفريقي قدّام الزمالك، خسّرني إفريقيا، هيخرّجني أهو من بطولة كأس العالم من الأدوار الأولانية، رغم إن إحنا أول ما اتعملت القرعة قُلنا لأ، ده إن شاء الله هيبقى الفريق هيبقى الحمد لله في تدعيمات. والحقيقة يعني المجموعة ما كانتش صعبة بمنتهى الوضوح يعني، إحنا اللي صعبناها علينا، وإحنا أصلًا اللي ادينا للفرق حجم مش حجمها، والله ما حجمها. فحضرتك نفس الأخطاء هي اللي بتحصل. فنهاية الموسم برضه نهاية الموسم اللي بتتقال، يا جماعة نهاية موسم مين يا عم؟ يا عم نهاية موسم إيه؟ خلاص قُلنا قبل كده الموسم المتلاحم حاجة دلوقتي وغير مواسم زمان، كنت حضرتك بتلعب دوري وكاس فتقدر تقول نهاية الموسم دي ما عندناش مشكلة، إنما النهارده لأ، ما ينفعش تقول نهاية الموسم حضرتك. لإن بطولة الدوري، داخلة في الكاس، داخلة في السوبر، داخلة في الintercontinental، داخلة مش عارفة في بطولة إيه وإفريقيا وسوبر مصر. أنت عندك بطولات متلاحمة. النهارده المدرب اللي أنت حاسس إن هو مش كويس يمشي. أدينا النهارده مع مدرب برضه أنا شايفة، أنا من وجهة نظري المدرب مش كويس. هنكمل كده طبعًا ونستحمل ونستنى ولسه مش هنحكم عليه، ونعيش بقى قصة كولر تاني وتتكرر تاني ونخسر بطولات تاني. وهو حتى لو نجح يا جماعة محليًا، ممكن طبعًا ينجح بالمجموعة اللي معاه دي، ينجح على في الدوري، ينجح في إفريقيا وبتاع. طب برضه مش ضامنة أفريقيا أوي. طب في الحاجات البطولات الدولية هنعمل فيها إيه؟ فالحساب آخر الموسم ده فعلًا خطأ جسيم للإدارة، حذّرنا منه. بقى لنا شهور بنتكلم كولر بقى وِحِش، سَنة كاملة صابرين على كولر، لا مشّيتوه في وقت مناسب ولا أي حاجة. لو كان مشي بدري كان جه مدرب من بدري، كان قعد مع الفرقة، كان عمل فرقة كويسة. إنما أجيب مدرب أقول له روح لكاس العالم وأنت لا عارف لعيبة جديدة ومدرب جديد، إيه ده؟ إيه التشكيلة الغريبة دي؟ إيه يعني منتهى عدم الوعي. لأول مرّة أشعر إن ما فيش وعي من الإدارة. يعني يا كابتن بيبو أنت تحديدًا، يعني أنت راجل لاعب كورة وإحنا عارفين كويس جدًا إنك أنت قيمة وقامة وكل حاجة. أنا شهادتي مجروحة جدًا مع الكابتن بيبو، لأن أنا باحس الراجل ده فعلًا عمل حاجات كتيرة جدًا، وبصراحة أنا باعتبره من أنجح رؤساء مجالس الإدارات. لكن في المرّة دي أخطأت جدًا يا بيبو، أخطأت جدًا في التأخير والصبر على كولر، التعاقد مع مدرب أنا شايفاه مش على مستوى الفريق خالص. يا جماعة أنا عايزة أقول لكم حاجة، تعالوا نقول حاجة تانية. أنا النهارده مدرب، أنت جايب لي مدرب،
ممكن يكون عنده شوية إمكانيات كويسة، بس مش واصل للفريق. هو يعني كولر مع كل أخطاء قعد أول كام سنة كان كويس بصراحة، وبيتكلم وروح كويسة مع اللعيبة أنا لو عندي مدير في الشغل بالتكشيرة دي طول الوقت، أنا مش هاتعامل معاه، أنا بجد مش هاتعامل معاه. يعني أنا إيه اللي يجبرني أتعامل مع مدير أصلًا مكشّر طول اليوم في وشي؟ وبعدين أنا حاسة إن في حاجة غريبة جدًا، يعني إحنا مثلًا لو حسبنا ال الفاولات اللي جات للأهلي، تقريبًا 8 كورنر في الماتشين، وحوالي قُل مثلًا فاولات اللي حوالين المنطقة وبتاع، يعني عشان ما أقولش أرقام كده مش فاكراها أوي، قُل مثلًا 15 مثلًا، بس حوالين المنطقة مش كتير. لكن أنا عايزة أقول حاجة، الكورنر اللي بيلعبه زيزو، طب ما زيزو بعيد لسه عن مستوى الفريق يا جماعة، لسه بعيد، زيزو بعيد لسه ما دخلش في الفريق، مش فاهم، مش عارف لمّا ألعب كورنر هالعبها مع مين. النهارده عطية الله راح هو اللي يلعب الفاول، اللي هو اترد علينا بهدف طبعًا، بيلعب الفاول اللي هو دايمًا بيشوط ما شاطش. اللعيبة مش فاهمة بعضها، وتحسي إن في بيهنجوا كده، يعني بتيجي كورة ثابتة تحسي إن في وقت كده في اللعيبة بتهنج مش عارف مين اللي هيلعبها أو هتتلعب إزاي. فأنا مش عارفة هل العيب في المدرب، هل المترجم مش عارف يوصّل للعيبة الفكرة صح؟ لأ الحقيقة أنا مش قادرة أحكم في الموضوع ده يعني. جماهير الأهلي العظيمة في كل مكان، أنا بجد أنتم عملتوا اللي عليكم، الجمهور العظيم اللي ملا ملاعب أمريكا ده جمهور عظيم جدًا، جدًا. أنا شايفة إن أكتر حد هو عمل كل حاجة في البطولة دي أو عمل اللي عليه وزيادة الجمهور بصراحة، وقناة MBC بمنتهى الأمانة، أكتر من اللعيبة وأكتر من المدرب. أتمنى القادم يبقى أفضل، أعتقد إن برضه يا جماعة بقت صعبة، لإن أكيد البطولة أو الرعاة يحبّوا إن ميسي يكمّل شوية في البطولة، أكيد. فأنا أعتقد الماتش اللي جاي هيبقى تعادل ونقطة هنا ونقطة هنا والموضوع يخلص على كده يعني. فالأمل صعب جدًا، جدًا. يمكن يعني خلّينا نقول إن بنسبة 1% إن ممكن إن إنتر ميامي يتغلب أو مش عارفة، هل بالميراس هيعمل كده والّا إيه؟ أنا مش شاكة في كده، بس لو حصلت وإحنا كسبنا بفارق هدفين يمكن، وهُم طبعًا لازم يتغلبوا بفارق هدفين يعني، يمكن نوصل، غير كده ما أعرفش. للأسف بطولة سهلة تانية ضاعت من إيدينا.